راديو زمان كل اللي فات حيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. مبقاش نفوسة بنت فردوس إن ما كنت متخانق مع مراتك فاطمة. نفوسة تمثيلية عن قصة لسعد مكاوي، أعدها للإذاعة محمد علي ماهر، إخراج أحمد زكي. في حاجة مزعلك في البيت يا جابر؟ ايوه يا معلمة، حكاية البيت عواطف. جوزها لزيدان يا معلم. امها يا ست اتفقت مع سي محمود التمرجي، ويظهر حددت كمان ميعاد كتب الكتاب، وانا في الحقيقة ميال لزيدان. يا معلم جابر صلح كمان تعميره وهتقوى سدر المعلم يا زناتي. قوم تعمير المعلم جابر احسن المعلمة. خيرك سابق يا معلمة. ايوه نخش في الموضوع على طول يا حدق. بقى انا بعت الكرشة 30 سنة جنب المذبح قبل ما اقعد في قهوة المرحوم، وما تلطمتش في الدنيا بلاش. ايوه بنتك بتحب زيدان، جوزها لزيدان كده يا معلم. اصول الناس المتنورة اللي بتفهم، مش تقول لي فاطمة مراتك وعيوشة بنتك الكبيرة بس يا معلمة. لسطى شعبان وصل يا معلمة. يا اهلا وسهلا يا اهلا. فين القهوة يا ابني؟ جاي يدفع اخر قسط من تمن اللوري الجديد. كلام في سرك يا جابر. عن اذنك يا اخويا راجع لك حالا اشوف للبيت حل معاك. طب انا هوصل للبيت وارجع لك يا معلمة. وبعدين يا فاطمة يا بنت الحلال، ولا قبلين احنا لينا في الحرميات السنين، عمر ما حد من عائلتنا اختلف مع التاني. نجحنا على اخر الزمان نفرج علينا اللي يسوى واللي ما يسوى. هو ذنبي ولا ذنبك يا جابر؟ حد يقول كده؟ بقى نسيب محمود اللي قرب يلهى في وظيفة بستمرجي، محمود اللي صاحب المائية والمكاسب اللي ملهاش اول من اخر، علشان ياخد العشاء يابا؟ لا يا عاطف، استنى عليه لحد ما نكمل موضوع صغير كده. لكن انا سخنت العشاء ياما. يبقى سخنيه تاني يا عواطف. لا ياما، ده انا بالتيله سخنت العشاء، اصل وابور الجاب. بس بقى قلتلك الله، استني يعني تستني الله. خد الباب معاك لحد ما اندهلك. حاضر، وادي الباب. قلت ايه؟ الكلام ما بقاش كلام يا فاطمة، اعملي اللي تشوفيه. انا شايفه ان عدا البنت في بيت محمود، والبنت ما بتحبش الا مين؟ اظن ما تقول زيدان. وهو زيدان وحش؟ كفايه انه ابن الحته. ابن مين في الحته؟ ابن سويلم الاراداتي. الله يرحمه ويجعل قراره الجنه. سويلم الاراداتي اللي بتستهتري بيه ده كنت تشوفيه في الحرب. حرب سنه 14 اللي لمكم فيها الانجليز. ايوه يا فاطمه، الحرب دي كنت هروح فيها في شربة مية نار لولا سويلم انصاب علشان ينجيني. يا سلام على الليلة دي واللي جرى فيها. كنا في بلد من بلاد فلسطين اسمها. عارفة يا اخويا، عارفة كل حاجة يا جابر. الحكاية دي سمعتها منك 1000 مرة. خلينا احنا في النهاردة. عواطف لمحمود. طيب سيبيني يا فاطمة دقيقتين 3 افكر.
له زغروطه. لا 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 لا، خلي الزغاريت لاصحابها يا وليه. ايه حضري لنا انت العشاء. سخان العشاء يا عواطف. اسخنوا على ايه ياما؟ مش قلتلك ان الوابور اللي حالتنا اتخرب؟ نبعت نصلحه حالا يا أمورة. ابعت اختك. ده زيدان ياما، زيدان. يا سلام، زيدان يامي، زيدان. يا عيني يا عيني. الله الله الله. يعملوها ويخيلوا. انت متفقه انت واختك والمخفي ده على كده يا جابر؟ وبعدها معاك متوعدين يحضر في الوقت المناسب؟ ايوه يا زيدان، انا نازله افتح لك اهو. استنى هنا يا بنت، نزلت عليك حمى. افتح لي الشباك على اخره يا جابر. ودي الشباك. نعم يا زيدان. خلاص يا حبيبي، خلاص يا زيدان، من بكره مش هنستعمل بوابيرك. ليه كفاله الشر؟ هترجعوا للفرن والكانون يا ام شابي؟ لا، هشتري مع جهاز عواطف بوتاجاز. مع السلامة. أصلح وابور الجاز والبوتاجاز أصلح. يا ليل يا ليل يا سيدي يا ليل. الله لله عيني يا ليل يا ليل. وكمان يا ليل وكمان. ايوه كده، ايوه. يلا يا ابو حنفي. ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليل. كمان يا ليل. مساء الخير يا شعبان. مين؟ الاسطى صابر؟ يا متصالح على النبي، عاش من شافك يا راجل. انت فين؟ حكاية طويلة يا شعبان، قوم معايا نقعد ورا الصوانة احكي لك. قوم. تحكي لي؟ تحكي لي ايه؟ ده الصباح رباح يا اخي. خلينا الليلة في الحظ، خلينا هنا. ايوه يا ابو حنفي، ايوه. قول كمان يا ابو حنفي، قول. طيب اشوفك بكرة بقى يا شعبان. سلام عليكم. السلام عليكم. الله الله الله، انت زعلت يا صابر؟ طب استنى يا راجل، استنى. اقعد. انا ما كنتش عارف انك مهموم للدرجة دي. مهموم؟ ده انا ضعت خالص يا شعبان. انت ما درتش باللي جرالي من جمعتين؟ لو 3 بالله ما اعرف صنفه حاجة يا صابر. ايه اللي حصل؟ في المشوار الاخراني اياها يا شعبان. ايه؟ انظبطنا بالحمولة في السكة، ربنا لطف، والواد العرباوي حس بالظبطية قبل الهجمة، نط من اللوري وغطس في ترعة ما بانلوش اثر، وعنها واتحشت انا واللي معايا وبيتنا ليلة بطولها في الطل. يومين والتالت وبعد عنك حسيت ان عمود ظهري انكسر من الخضة والبرد. وبعدين ما عرضتش روحك على دكاترة؟ طبعا، وقالوا اني محتاج 6 شهور على الاقل في المستشفى يا شعبان. وماله؟ ما تخش المستشفى. والفلوس؟ فلوس ايه؟ هي مستشفى القصر العيني بتاخد فلوس؟ يا سلام، ده انت باين عليك مش من هنا يا شعبان. يا سيدي ولا يهمك، الواد محمود التمرجي صاحبنا، والليلة دي نكلمه يعمل اللازم. محمود؟ ما هو محمود اللي عايز الفلوس يا شعبان. محمود عاوز فلوس؟ ازاي؟ منك انت ابن الحتة؟ ازاي؟ وعايز كام؟ عايز 20 جنيه عدا ونقدا يا حبيبي. مش معقول، محمود ما يوصلش للدرجة دي. وهو ماله محمود؟ امال مال مين يا صابر؟ محمود بيقول انه راح يديهم للدكاترة يا شعبان. كذاب ابن كذاب، الدكاترة ما يعملوش كده ابدا. هو اللي حرام ابن حرامية. لو حققت كويس. هو انا قادر اخد نفسي لما احقق يا شعبان؟ سواء كان صادق سواء كان كاذب، المهم انه هو اللي عاملين واسطة اخش بيها. ثم انا يا صاحبي في عرض يوم واحد تحت العلاج، هستنى على ظهر لما يتكسب في تحقيق وعرايب. لك حق يا صابر. امال ايه بس؟
ايه رايك انك هتخش المستشفى بلا مليم واحد؟ يلا بينا. على فين؟ على سلطانة الحارة يا ولا، على نفوسة بنت فردوس. قبل كل كلام ال20 جنيه اهم يا صابر. لا يا معلمة، ده مش حل. كفاية عليك الأيتام اللي بتربيهم. أنا في الحقيقة الله الله الله، جرى لك ايه يا اسطى صابر؟ هي نفوسة تدفع مليم رشوة لهالفوت زي ده؟ أمال إيه الفلوس دي يا معلمة؟ دي عشان تطمن إني ما بهربش من الواجب، لكن الموضوع هياخد سكة تانية خالص. قوم بينا، قوم. على فين العزمة معلمة؟ على الفرح حزناتي. ما تقفلش القهوة لحد ما ارجع، وابعت للمعلم جابر يحصلني على هناك. السلام يا سلطانة الحتة، ما تنسيش النبي السلام لزلاتي. سلام يا جدع للمعلمة. سلام لنفوسة المجدع. للرجالة، للجدعان، المعلم جابر ابن الأصول، الأسطى زيدان الراجل اللي بيكسب بعرق الجبين، محمد العطار اللي بياكل من رزق الحلال، للبيع والشراء بما يرضي الله، للقرش اللي بيجي بالتعب والشقة، سلام للفرح واصحاب الفرح. ألف مرة ألف مرة كمان سلام. رقصني يا جدع. بس سلام للعريس، سلام للعروسة، وسلام كبير قوي للمعلمة نفوسة. وفر سلامك يا محمود يا تمرجي، خليه لأم شلبي. الله ايه الكلام ده يا ست نفوسة؟ ام شلبي دي ايه؟ يا سلام، نسيت ام شلبي يا محمود؟ صحيح اللي قال الأمل تنسي اللي ما ينسى. الله مش ام شلبي دي هي اللي سكنت ببيتها على السطح جنب الفراخ يا ولا يما اتحدفت على الحاره من بلدكم كفر فهلاوي؟ لا قبل ما تلبس البنطلون والكرافته، قبل ما تتعلم الكلام الناعم والدندنه في الافراح وتلعيب الحواجب. محمود الله جريه يا ست نفوسة، ده انت حضرتك طول عمرك لسانك بينقط سكر. للي يستاهل السكر يا ابو حنف. وانا ما استاهلش رضاك يا معلمة؟ ليه يعني؟ عشان غريب عن الحارة يعني؟ معلش الله يسامحكم، ده انا كنت فاكر ان انا يعني زي اولادكم واخواتكم. والله ده انا والله بس يا محمود يا ابني ما تحدش روحك. انت احسن من ولادنا والله العظيم. الله يبارك فيك يا حاج مرسي، لكن ما دام المعلمه بقى خدتني في عين العداوه يبقى عزل من بكره بقى. بتقول ايه يا محمود؟ تعزل ازاي؟ هي دي اخرة خدماتك للحاره؟ ده انت يا ابني منقط الليله بس ب2 جنيه. بقى كده الواد خش في عيبك يا حاج مرسي؟ طب ما تسأله بياخد كام وبيدفع كام؟ يعني ايه يا نفوسه؟ مش فاهم بياخد ايه محمود مننا يعني؟ انا عارف بس. طب نخش بقى في كشف حساب يا حاج. سيبني يا معلم حاج حسين. الله ايه الحكايه امال؟ عاركه يا نفوسه؟ مش عيب برضه يا حاج مرسي، احنا برضه نخانق بعض. وليه لا يا نفوسه؟ ما هي المصارين بتتخانق في البطن الواحده زي ما بيقولوا، لكن احنا كبد وكلاوي يا حاج مرسي. المصارين للمصارين، بس انا عايزه افهمك الحساب على اصل. حساب ايه بس يا معلم؟ اوريك محمود خد كام من دول كلهم 8 حقن، والله اعلم جايبها منين، و8 دخول واجره عمليات. سبحان الله، يعني ايه بقى؟ لا طب وانا ذنبي ايه بس؟ انا اثناء بتانا يا ست نفوسه. لا يا الروح،
ما اذنبت ازاي؟ ما انت يا حبة عيني بتدفع عشر للتلهاف ونقوط وصهلله، وبتغني كمان في الافراح وتصهلل على البيعه. ايوه يا ست نفوسه، لكن انا وربنا العالم ما باخد مليم واحد لروحي، انا بخدم ببلاش والله. كده اهو. طب وال20 جنيه اللي عايز تاخدهم من وسط صابر الليله؟ مش ليا يا معلمه، مش ليا والله العظيم. امال لمين؟ الله، ما انت عارفه البير وغطاها يا ست نفوسه. لا يا اخويا والنبي ما انا عارفه غطاها ولا اللي عماها. عرفني انت لمين. ملوش لزوم بقى يا ست، الستر كويس. ستر؟ ليه يا نظري؟ هو انت هتدي الفلوس لحريم ولا الرجاله؟ بقى من ده على ده. بس حاضر. احنا مش بنهزر يا العادي، احنا دلوقتي بنحقق. هتدي ال20 جنيه لمين؟ اقول لك يا ست، اديني ودنك. لا، سمع الناس كلها يا محمود. لمين؟ هقول مين يعني؟ بس هقول مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ كفايه يا حبيبي لغايه كده والبركه حاصله. شاهدين يا اهل الحته؟ ايوه شاهدين؟ سمعتوا بيقولوا هيدي الفلوس لمين؟ كداب محمود ده كداب. اقعد بطرحك منك. لا هتاخدها عنده ليه؟ لا يا نفوسه، ايش عرفنا انه كداب بقى؟ البينه على من ادعى يا مرسي. الله، المعلم جابر. ايوه يا مرسي، ده راجل هيناسبني. سبحان الله، تقوم تيجي ضده يا جابر؟ مش ضده وانا معاه، مدام شريف وصادق يثبت كل ده لاهل الحته. يعني يعمل ايه يا جابر؟ يروح معانا للي بيديهم الفلوس ويقول لهم انا عايزكم تقروا وتعترفوا الفلوس دلوقتي بتاخدوها لمين؟ انا ماليش دعوه باللي يعمله علشان يثبت شرفه، اساليه هو. ايه رايك يا محمود افندي؟ ليه بس ده كله يا ست؟ الله، هو انا بنشل ولا بسرق؟ العفو يا حبيبي العفو، يا دوب انت بتوصل فلوس مش كده؟ لا يا ست، خلاص من هنا ورايح مش هتوسط لاي مريض. الله الغني. مبسوط يا معلم جابر؟ غايه الانبساط. بس الموضوع مش كده. الله، في ايه تاني يا معلم جابر؟ عواطف يا معلمه بنتي، بعد المساله ما بانت بالشكل ده تبقى الكلمه كلمتها هي بس، مش انا ولا امها كمان. لا يما، الكلمة كلمتك انت. ايه رايك يا سي محمود افندي؟ انا والله احترت معاكم يا جماعه، يعني انا باخد الفلوس دي واديها فين بس؟ الله، هي الشبكه قطعت بقد ايه يا خاله فاطمه؟ بكتير يا ابني. والله ما يقدمها بتدري الشبكه اللي قدمتها. والهدايا ما تاخذنيش، يعني الهدايا اللي جبتها. ما تقول لي الست عواطف هانم. انا يما ماليش دعوة بالهدايا، والشبكة زي ما انت شايفة ايديا نضيفة والحمد لله. كده برضو؟ ليه يا عواطف بس؟ هي الاسوره الالماظ. الاسورة الالماس عايزني البسها في ايديا يا محمود؟ البس كلبشات. كلبشات ليه لا سمح الله؟ هو انا نهبت حاجه من حد لما هيحطوا في ايدينا الكلبشات؟ ما هي مش كلبشات البوليس يا ابو حنف. الله، امال كلبشات مين بس يا ست عواطف؟ هقول لك يا سيدي كلبشات مين. خش يا زنوبة. مساء الخير عليكم. زنوبة؟ مساء الخير يا بنتي. خير، اخوك الصغير جراله حاجه؟ لا يا خالتي فاطمه، لسه، ربنا يشفيه ان شاء الله. امال في ايه يا حبيبتي؟ امك بعتاكي؟ ايوه يا خالتي، بتقولك تشيلي الحلق بتاعي ده عندك وتدينا 2 جنيه. الحلق بتاعك؟ اخصى عليك يا زنوبة، حط الحلق في ودانك يا حبيبتي. خدي ال2 جنيه هم، خدها هم يا بنتي. لكن بقول يا بنتي انكم تودوا اخوكم المستشفى، بلاش الدكاترة المغلوانية دول. ما احنا مودينه المستشفى ان شاء الله. امال الفلوس دي ليه يا بنتي؟ انا عارفة بقى، ما تقول لهم يا سي محمود. اقول ايه يا بنت انت؟ الله، استني يا زنوبة، خدي يا بنت الحلق، خدي اجري وراها يا عواطف. الصبح اودي لهم الحلق يما، خلينا احنا الوقت في المهم. عرفتي يا سي محمود ان الاسوره الالماظ هي الكلبشات، كلبشات الناس مش البوليس. ايوه صحيح. رأيك يا سي محمود يا ابني؟ رأيي في ايه بس يا ست فاطمه؟ بس رأيي في ايه؟
بلاش يا ست نسكن في الحاره دي. بعد كتب الكتاب ادور العواطف على شقه في حي تاني نظاكه كده وقلصه كده. مفيش قدامك حل تاني يا محمود؟ لا يا خالتي مفيش. يبقى مع السلامه يا ابني. سلامة. هاتيله الشبكه يا عواطف. الله 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 مبروكه ده كلام بنت يا مبروكه. اطلعي صحي محمد جوز اختك يجيب ابوكي من قهوه نفوسه. لكن زيدان كحيان يا نفوسة، ياخد البت مرمطها. ومحمود لو انقطع عنه المورد هيستتها يا حاج مرسي. اسمه موظف يغور بدمه التقيل يا اخي. البت بتحب زيدان، ولما ياخدها هيرسى ويكسب ويفتح بيته، واسمه ابن حتتنا يا معلم، وابن صاحبك سويلم الله يرحمه يا جابر. ايوه يا نفوسه، لكن حكايه بتحب زيدان دي بلاش منها. حب يا معلمه اللي انعمل له حساب. يا اخي اطمر رقبتها على رقبه امها كمان. هات يا زناتي كمان واحد قهوه ساده. قهوه ساده العم جابر. الحب يا معلم، الحب خلى نفوسة بعت الكرشة طول عمرها، ومكسبها تسلمه ليلاتي على داير مليم لجوزها اللي بتحبه. بحبه حد شريكي. الحب هو اللي فتح القهوة دي لجوزي حبيبي المعلم مبروك، ربنا يجعل قراره الجنة ونعيمها. الحب هو اللي يخلي زيدان يملى هدومه ويسعد بنتك. ما عمركش حبيت؟ ما حبيتش فاطمة ولا يوم ولا ساعة ولا غير فاطمة أبدا؟ عمرك ما دقت النعمة؟ الاسطى بيومي عايز يقولك حدوته معلمه، هو قاعد هناك ومستني الاذن. ايه طب خد الرصه دي بقى على الهامش وقب واغطس ياض وهات لي زيدان من تحت تقاطيع الارض. حاضر. هتعملي ايه يا نفوسه؟ لا فاطمه ولا غير فاطمه. عمرك ما حبيت يا معلم؟ اسمعوا يا رجاله، كلكم معزومين عند المعلم جابر الليله. سبحان الله في طبعك يا نفوسة، كل حاجة عندك بالحامي كده. مش نستنى رأي محمود المسكين؟ هو مش قدم شبكة للبنت؟ ونستنى ليه يا حاج مرسي؟ ادي محمود افندي بذات نفسه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كرسي راسي محمود افندي، خليك جنبي على طول، اعمل معروف. حاضر. يا سلام، على طول باذن الله يا اسطى صابر. خلاص عفى الله عما سلف بقى كده. الله يستر اصلك يا محمود. الله يخليك. ده 20 جنيه اهو من نفوسه. صحيح يا سي محمود؟ ايوه يا معلمه صحيح، وعلى طول باذن الله. تكرم يا امير الامراء تكرم. الله يخليك. اسمعوا يا رجاله، اسمعوا ما اقول لكم كلمه يا رجاله. ما دام محمود رجع لنا وبقى مننا وعلينا، احنا كمان نعمل الواجب. واجب ايه؟ هنرتب له ماهية تانية يعني ولا ايه؟ لا يا حاج مرسي، لكن نساعده ياكل عيش حلال. الله يخليك. اسمع يا محمود، نعمين من هنا ورايح ندبر امورنا معاك. تدي حقن في الجلد مش في الوريد، وتمر على العيانين بعد ما ترجع من الشغل واجب، وتشتري الادويه وتاخد الخصم من اي اجزخانه تتفق انت. لا 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 يا ست نفوس، افتح الله. برضو الامر ما يسلمش من الكلام والحديث. يا سبحان الله يا اخي، امال تعيش ازاي يا ابني؟ المهية كفايه يا حاج، خير وبركه والحمد لله. ايوه بس انت يا ابني خدت على المصاريف. معلش معلش. العريس سلام للعريس. اهلا كلوبات يا جدع، كلوبات. يلا الله كلوبات. ايه العباره؟ الله، ايه العباره يا معلمه؟ مش فاهم حاجه ابدا. فهمه يا محمود، فهمه على بال ما يولع الكلوبات بايديه هو. الله، طب ما تخلي توريع الكلوبات دي عليا يا معلمه. مش صنعتك يا روحي، مش حرفتك يا اخويا. كده يعني اروح انا بقى. الله، ما تبقاش عبيط يا واد، حد يسيب شغله ويروح. شغلك ايه بس؟ هو في حد عيان الليله دي؟ ما هياش دي الشغل يا محمود. امال ايه بس؟ الشغله دي في النهار، لكن شغلتك بالليل من هنا ورايح. عارف ازاي؟ كده اهو. يا ليلى ليلي يا ليل. قول والنبي يا محمود، قول. انا احب الاصوات الحلوه. يا زنات. ايوه اتفضل اخويا، خد الجنزبيل وسلك زورك كده ونجيلي الليل. ايوه بقى شوف يا سي محمود، يا عميد، هقول لك حاجه اخويا. انا حلفت
الليلة جواز عواطف وزيدان، ايش قولك؟ كده 1000 مبروك كده اهو، والله ابن اصول وحياة النبي محمد، وزيدان اخوه برضه يا جماعة. وحياتك وهيغني للصبح الفرح ده ضروري. وسط الجبل لوحده يا جدعان، رقصة للنبي مزيكا. النقطة يا رجالة، النقطة يا جدعان. اديها لمين يا نفوسة؟ المخنوات يا حاج مرسي. الفلوس اللي كنا بندفعها له في النهار سكيتي ننقطوا بيها على عينك يا تاجر بالليل. خد يا واد ورقة ب25 اهي يا محمود. لعلع كمان يا حلو. خد رزق حلال يا ابني، ما دام صوتك حلو نعمل لك ايه؟ وليه لا يا محمود برضه ابن حتتنا، هو اولى من اي مغنواتي برضه. الكلوب يا زناتي، الكلوب يا زيدان، الكلوب ابتدى يزمزق. زيدان وبعدين مش هتعرف تنور ليلتك ولا ايه؟ يا سلام، ده انا اشعر روحي وانورها يا معلمه. تسلم يا حلم، بكره تتعلم الكهرباء يا زيدان. في عزك يا نفوسه يا ست الكل. في عزكم كلكم يا رجال. يا معلمه تسلمي. الكلوب ملعلع يا معلمه، اليافطه بقت ملعلعه زي الشمس. تحيا قهوه الكرامه الكبرى يا جدعان. تحيا قهوه المعلمه صاحبه القهوه. القهوه قهوتكم انتوا يا حبايب، قهوتكم كلكم. تسلم يا ست الكل، تسلم يا نور الحته، تسلم يا نفوسه. رقصني يا جدع. قدمنا لكم تمثيلية نفوسة. صور الشخصيات: زوزو نبيل، رفيع الشال، صلاح سرحان، عبد البديع العربي، نوال أبو الفتوح، فاروق الدمرداش، إبراهيم سيد، إبراهيم فتيحة، خالد العجباني، ضياء السويفي، سيد القاضي، وناني راتب. وساعد في الإخراج محمد عثمان. نفوسة تمثيلية عن قصة لسعد مكاوي، أعدها للإذاعة محمد علي ماهر، إخراج أحمد زكي.